وتأتي المباراة بعد أيام من انتهاء نسخة الموسم الحالي من الدوري السعودي الذي توج الهلال بلقبه على حساب النصر. وجاء تشكيل الهلال أمام النصر على النحو التالي: حراسة المرمى ياسين بونو، خط الدفاع سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي، خط الوسط روبن نيفيز، سلمان الفرج، ميشائيل ديلجادو، خط الهجوم سالم الدوسري، مالكوم، ألكسندر متروفيتش. تشكيل النصر: حراسة المرمى ديفيد أوسبينا، خط الدفاع أليكس تيليس، عبد الإله العمري، علي لجامي، سلطان الغنام، خط الوسط عبد الله الخبيري، بروزفيتش، أوتافيو، خط الهجوم ساديو ماني، أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو. ويتطلع الهلال لحصد الثلاثية المحلية لأول في تاريخه.